سامعين أحد يقول مفاصل بتآكل أو خشونة؟ اللي نقصده هنا هو التهاب المفاصل التنكسي osteoarthritis، واللي أغلب الناس يعرفوه باسم خشونة المفاصل. معكم دكتورة بتول، طبيبة عامة، واليوم راح نتكلم عن شنو يعني خشونة المفصل، شلون تصير وليش تصير وشنو الطرق اللي نقدر نسيطر عليه. الخشونة تصير من يبدأ الغضروف اللي هو الطبقة الناعمة تغطي أطراف العظم يتأكل شوي شوي. من ينقص الغضروف العظم يصير يحتك بالعظم الثاني، وهذا يسبب وجع، تيبس، وأحيانا ورم. أكثر المفاصل اللي تتأثر هي الركب، الورك، اليدين، والعمود الفقري. الأعراض عادة تبدأ ببطء، مثلا ممكن ركبة متيبسة من الصبح أو وجع بعد المشي، ومع الوقت الحركة ممكن تحد أكثر. الأسباب: العمر هو العامل الأكبر، بس هم الوزن الزائد، الإصابات القديمة، الوراثة، وحتى الاستعمال المكرر للمفصل يزيد الخطر. لحد الآن ماكو علاج يوقفه نهائيا، بس عندنا طرق نسيطر بيها عليه. التغيير بنمط الحياة مثل الرياضة، السيطرة على الوزن، وتقوية العضلات حوالين المفصل يساعد هواي بتقليل الوجع. الأدوية والعلاج الطبيعي هم يفيدون، وبحالات متقدمة ممكن يحتاج المريض عملية تبديل مفصل. الرسالة الأساسية هنا هي خشونة المفصل أو التهاب المفاصل التنكسي مو بس كبر بالعمر، هو حالة طبية نقدر نعالجها ونسيطر عليها. فإذا الألم دا يأثر على حياتك اليومية لا تسكت عليه، راجع الدكتور.